يا رب إن الناس ما اعتصموا بحبلك قط بل زاغوا ومالوا، واستعصموا بحبال غيرك فالتوت بهم الحبال. يا رب إن ملوكنا أمراءنا رؤساءنا داسوا الضمائر والبصائر والأواصر والأخوة والقرابة والعروبة والشعوب وفوقها بصقوا وبالوا. أما الذين يقال عنهم إنهم علماؤنا، يا رب باسم الحاكمين يسبحون، وبشرع أصحاب الجلالة والسمو يشرعون، ويحللون بأمرهم ويحرمون. علماؤنا يا ربنا خيل مسومة تسيرها بغال، البعض في أفران أصحاب المعالي والفخامة يصنعون ويطبخون، وعلى العباد بأمر سلطان البلاد يسلطون. والبعض منهم يفقهون بأنهم لا يفقهون، ويزعمون بأنهم متفقهون. والبعض منهم لا يرون شريعة الإسلام إلا في الثياب وفي السواك وفي الذقون، ويرون أن الفسق في التصفيق في حلق اللحاء وفي ارتداء البنطلون. والكل باسم الدين كم كذبوا وكم قالوا وقالوا. قالوا لنا يا رب إن مسيرة الإسلام فتح بالسيوف وملك أيمان وسبي واغتنام واقتتال، وبأن سيرة خير خلق الله زوجات وغزوات وإجلاء وسلب واعتقال. قالوا لنا يا رب إن لحومهم مسمومة ولحومنا شرعا حلال. ورووا لنا يا رب عن بول البعير بأن فيه منافعا للشاربين وأنه عذب زلال. قالوا بأن السبت يوم إجازة لا ريب فيه، وإن يوم المولد النبوي محدثة وذكرى لا يجوز بأن يقام لها احتفال. ورأوا بأن الرسم والتصوير قطعا لا يجوز، وأن قرع الدف مكروه، وأن الناي والأوتار لهو وانحلال. قالوا لنا يا رب إن الغازي المحتل خير المرسلين، وإنه يا رب مبعوث الإله لكي يخلص أرضنا منا، وإن بقاءنا فيها احتلال. ورأوا بأن دماءنا حل، وأن سلامنا حرب وتقوانا ضلال. خطباؤنا وشيوخنا يا ربنا قالوا لنا إن الكلام محرم في الخطبتين، ورأوا بأن الداء في كوت الذبابة والدواء بغسله وبغمسها في كوبنا يا جل قدرك مرتين. علماؤنا يا رب منهمكون في التاريخ مشغولون في الأمم الخلت من قبلهم من 1000 قرن غابر، في هند في وحشي في الطلقاء والخلفاء في الأحساب والأنساب في خفي حنين. يا رب مختلفون في ماضي الصحابة في الخلافة في الولاية في يزيد وفي الحسين. فقهاؤنا يا رب مختلفون في آمين في تكبيرة الإحرام في ضم اليدين. يا رب مختلفون في غسل الجنابة في المحيض وفي المثنى والثلاث وفي الطلاق وكل ما يعنى بأمر الخصيتين. يا رب مختلفون في أحكام صبغ الشعر، نتف الإبط، في لبس الحرير وفي الختان وحكم قطع اللوزتين. يا رب متفقون بالإجماع أن حديث قصف بيوتنا في الليل فوق رؤوسنا وصغارنا ونسائنا حسن ومتفق عليه وليس في هذا جدال. يا رب إن سماحة الأذقان هم كبراؤنا الخانوا أمانتك التي أشفقن منها الأرض والسبع الطرائق والجبال. فاجعل على أعناقهم يا رب أغلالا وطوقهم بحبل من مسد. يا رب عذبهم عذابا لا يعذب مثله في النار يومئذ أحد، واجعل جهنم دارهم وقرارهم يوم المعاد، فإنهم نعم الوقود وإنها نعم المآل. ولتعذر اللهم حرفي إن تعثر أو تحجر في فمي، فالجرح ليس قصيدة تتلى ولا قولا يقال. ماذا أقول وعقل أعقل عاقل فيهم عقال.